السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده. انا جيت عاوتاني وجبت المفيد بحال ديما. فكيف ما كتشوف الحلقات اللي كنقدم كيكونوا معلومات على المنح الدراسه في الخارج الى غير ذلك. داكشي علاش خاصك دير واحد سبسكرايب وتخلي واحد التعليق اذا عندك اي سؤال وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. ايضا الناس اللي كيكون عندهم تساؤلات محتاجين انه تكون عندهم واحد الاستشاره معايا، يعني عندهم بزاف ديال الاسئله او الا بغاو نعاونهم في الابليكيشنز ديالهم، فغنكون سعيد اني نقدم لك هذه المساعده هذه. داكشي علاش تواصل معايا في البريد الالكتروني اللي غنخليه لك لتحت في صندوق الوصف، ومرحبا باي واحد. الحلقه ديال اليوم هي حلقه متميزه، كاع الحلقات متميزين، ولكن الحلقه ديال اليوم فجبت واحد المنحه مره اخرى اللي عندها علاقه بالطلبه اللي بجوج في سلك الاجازه وسلك الماستر. كيف ما كنعرفوا دابا ان الطلبه كيدوزوا الامتحانات ديال البكالوريا، يعني من بعد غيبغيو يكملوا في وحده من الجامعات اللي كاينين برا المغرب. الله يسهل عليهم ويوفقهم. فالحلقه ديال اليوم جبت لكم واحد المنح اللي كيتعطاو في واحد الجامعه في واحد البلد اللي زوين بزاف، واللي انا شخصيا نبغي انني نزورو. البلد اللي غنهضروا عليه اليوم هو نيوزيلاند. نيوزيلاند هو واحد البلد اللي ما معروفش بزاف، ما كنسمعوش عليه بزاف في الاخبار، ولكن فيه جامعات اللي كيتعتبروا من احسن الجامعات اللي كاينين في العالم. وتكون عندك فرصه انه تقرا في نيوزيلاند سواء سلك الاجازه او لا سلك الماستر، فهذه غتكون واحد الاضافه زوينه بزاف للمسار الاكاديمي ديالك. المنحه اللي غنهضر عليها اليوم فهي واحد المنحه كيف ما قلت لك كتعطى في سلك الاجازه وسلك الماستر. واهم حاجه اللي خاصنا نعرفوا شنو هما الشروط باش انه تقبل في هذه المنحه هذه. اول حاجه هذه المنحه هذه كتعطى من فيكتوريا يونيفرسيتي. فيكتوريا يونيفرسيتي اللي كاينه في نيوزيلاند كيف ما قلت. فالشروط باش انه تقبل في هذه المنحه هذه هو انه اول حاجه يكون عندك قبول اولي من عند هذه الجامعه، يعني انه دير واحد الابليكيشن اللي بسيطه فدير التقديم الاولي لهذاك التخصص اللي باغي تقرا عليه، وغنهضروا على التخصص من دابا واحد شويه، وانه يكون عندك القبول الاولي باش انه تقرا في هذه الجامعه، ومن بعد كتدفع لهذه المنحه هذه باش كتحصل عليها. الا لاحظتوا دائما كتعاود نفس الفكره، هو انه تحصل على القبول الاولي يعني تدفع للجامعه، وموراها تدفع ودير التقديم ديالك للمنحه، وان شاء الله كتحصل على المنحه. يعني اول حاجه ولا الخطوه الاولى هي انه تدفع للجامعه عادي. اذا اللي زوين في هذه المنحه هذه هو انه الجامعه بطبيعه الحال ديال المنحه ديال فيكتوريا اوف ولا ات ويلينغتون اللي كاينه في المدينه ديال ويلينغتون، كيقول انه اي تخصص اللي تقبلتي فيه يعني كان عندك فيه القبول الاولي فعندك فرصه باش انه تدفع لهذه المنحه هذه. يعني انه مادام كاين التخصص في الجامعه فممكن انه تقراه وممكن تحصل على هذه المنحه، لانه بزاف المرات كنهضروا على منح وكيكون العائق هو انه كيخصصوا فقط غير لبعض التخصصات، كيخصصوا لبعض التخصصات. المهم راك فهمتيني، يعني انه كيقول لك انت باش تحصل على هذه المنحه هذه خاصك تقرا غير هاد التخصصات هادو وصافي. ولكن في المنحه ديال الجامعه ديال اليوم فهو اي تخصص اللي دفعتي له في هذه الجامعه هذه فممكن انه تحصل على منحه اذا تقبلتي في هذه الجامعه هذه، ولا كيتوفروا فيك الشروط بحال ديما. القيمه ديال هذه المنحه هذه هو 10000 دولار نيوزيلندي بالنسبه للطلبه اللي كيقراو في سلك الاجازه، بينما سلك الماستر فدايرين ان القيمه ديال المنحه هو 5000 دولار نيوزيلندي. ما دايرينش بالضبط واش هاد المنحه بالنسبه للسنه ولا بالنسبه للدبلوم كامل، ولكن اللي دايرين هو انه هذه القيمه هذه مديوره باش تعطى للناس اللي غيحصلوا على هذه المنحه هذه كنوع من دعم الدراسه ديالهم. فهذه المنحه هذه الاهميه ديالها هو انه تكلف لك بالمصاريف ديال الدراسه، يعني ان هذه القيمه اللي غادي يعطيوك فغتكون مدفوعه بالنسبه للتكاليف ولا المصاريف ديال الدراسه. واحد الحاجه اللي زوينه في هذه المنحه هذه هو انه دايرين بزاف ديال الديدلاينز، يعني دايرين بزاف ديال التواريخ اللي ممكن انه تدفع لهم. فكاين واحد التاريخ يعني على حسب الدورات، فكاين التاريخ اللي جاي في الصيف دابا حاليا، وكاين التاريخ اللي جاي في الدوره الخريفيه. يعني كاين التاريخ اللي غادي يكون في ماي في البدايه ديال جون، وكاين تاريخ اللي غيكون في سبتمبر وحتى نوفمبر. يعني انه كاين بزاف ديال التواريخ ولا ديال الديدلاينز اللي ممكن انه تدفع وتقدم فيهم الطلب على حساب اش من دوره اللي انت غتلتحق بهذه الجامعه هذه. ولكن كنصيحه مني هو انه دائما تشوف اقرب دوره، يعني انه باش ما تضيعش الوقت وتبدا معاهم السنه الاكاديميه ديالك من الاول اللي هي الدوره الخريفيه، فتبداها من الاول، يعني انه تدفع في الصيف باش انه تلتحق بهم في الدوره الخريفيه. وهذا الشيء هذا كيعاونك باش انه تربح بزاف ديال الوقت، يعني انه ما كتعطلش، وبطبيعه الحال كتاخذ الدبلوم ديالك بكري وكتمشي الامور بكري وكتقرا الحاجه وانت مازال صغير، يعني انه كتستافد من الوقت ديالك بزاف. شنو اللي مطلوب منك؟ فاللي مطلوب من هذه المنحه هذه هو كيف ما قلت انه التقديم الاولي، وبالنسبه للتقديم الاولي فكيكون مطلوب منك بزاف ديال المعلومات، ودائما كيكونوا معلومات اللي عندهم علاقه بالامتحان ديال اللغه بطبيعه الحال الترانسكريبت ديالك اولا النقاط، وايضا بعد الوثائق بحال مثلا الا كانت مطلوبه منك واحد الريكومنديشن ليتر والموتيفيشن ليتر واللي هضرت عليهم واللي ان شاء الله نهضر عليهم في حلقات واحده اخرين. فغالبا كيكونوا هادو هما الاوراق اللي مطلوبين منك، فكتجمع الدوسي ديالك كامل يعني الفولدر ديالك كامل، وكتعمر في الابليكيشن ديالك اللي هي اونلاين يعني ما فيها حتى شي مشكل، وكتقدم الطلب ديالك، ومباشره بعد ما كتحصل على القبول الاولي فكتدوز مباشره انه تدفع لهذه المنحه هذه باش تحصل على المنحه. اذا الخطوات كتكون واضحه وبسيطه، غير هو كتمشي خطوه بخطوه، واللي مهم هو انه تاخذ الوقت ديالك وتعمر الابليكيشن ديالك بكاع الديتيلز ديالها. واذا احتاجيتي اي مساعده فمرحبا كيف ما قلت لك، انه غتلقى الايميل ديالي لتحت اللي ممكن انه تواصل معايا، وعلاش لا اننا
نديروا واحد الاتصال واننا نعمروا الابليكيشن مع بعضياتنا. فبالنسبه لتقديم الطلب فكيكون واضح، يعني انه كتمشي خطوه بخطوه. غير هو اللي خاصك تعرف هو انه خاصك تاخذ الوقت ديالك في الابليكيشن وانه تعمرها على اتساع يعني بكري، باش انه تكون متاكد انه غتعطي كافه المعلومات، وانه اي وثيقه تكون مطلوبه منك انه تجيبها في الوقت المناسب، يعني ما تضيعش بزاف ديال الوقت. المعلومات كامله على هذه المنحه هذه فنخليهم لك في الرابط لتحت اللي غتلقاه في صندوق الوصف او في التعليق الاول. غادي تلقى الرابط اللي فيه كافه المعلومات على الجامعه، كيفاش دير التقديم ديالك الاولي، وكيفاش انه مباشره من بعد انه تدفع المنحه اللي هضرنا عليها في الحلقه ديال اليوم. كيف ما كنقول دائما فهذه واحد الفرصه اللي هي زوينه بزاف، انه فرصه تمشي تكتشف واحد البلد اللي هو جديد، نيوزيلاند، اللي هو بعيد علينا وما كنعرفوش عليه بزاف، ولكن فيه جامعات اللي كتعتبروا من احسن الجامعات في العالم، وانهم كيقريو باللغه الانجليزيه اللي هي لغه عالميه. اذا النصيحه ديالي ليك هو انه اعطي فرصه لهذه المنحه هذه، قدم المعلومات ودير واحد الابليكيشن، وان شاء الله فاش تحصل على القبول الاولي فقدم لهذه المنحه هذه، خاصه انه انت سواء كنتي في سلك الاجازه او لا سلك الماستر فعندك حظ انه تدفع لهذه المنحه هذه، وانه يتكلفوا لك بعض المصاريف او لا كل المصاريف ديال الدراسه. اللي مهم هو انه ما تعكش، وانه تعطي فرصه لراسك، وانه تثق في راسك. مادام انه بزاف الناس كيقدموا طلبات المنح وكيتقبلوا، فحتى انت علاش لا ممكن انه تقدم الطلب ديالك، وحتى انت علاش لا تحصل على واحد المنحه. غير اللي مهم هو انه دير واحد الاكشن ودير واحد الطلب ودير شي حاجه باش انه تكون نتيجه. اما الا ما درتي والو فاكيد ما غاديش تكون النتيجه. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وغنشوفكم في الحلقه الجايه. بسلامه والله يعاون.